السلام عليكم متابعين الغاليين. النهارده هنعمل مع بعض المسقعه بالطريقه البيتي مش بطريقه المطاعم. انا هنا معايا 3 بتنجانات رومي حجمهم كبير، يعني في حدود كيلو ونص او اكتر شويه، وكيلو ونص من الطماطم وفلفل رومي وكام قرن فلفل حامي وراس توم. ولما تيجي تجيب البتنجانيه هات البتنجانيه المقفوله من تحت، تكون طريه وخفيفه، ما تكونش مبزره، وتكون مسكره معاكي وتكون طريه. وبعد كده قشرت ونزلت عليه 3 معالق كبار من الملح ونقعتهم لمدة ساعة كاملة، وده شكله بعد ما غسلته كويس جدا من الملح وصفي. وهاجي للخطوة التانية، هرفع حلة على النار وهنزل فيها بالزيت وعليها الثوم المفروم. عقبال ما تقلي البتنجان تكون الصلصة بتاعتك كلها اتسبكت عشان ما تاخدش معاكي وقت. وبعد الثوم ما عندي اتحمر نزلت عليه بمعلقة من الخل، وهنزل بعد كده بعصير الطماطم المفروم. والبهارات بتاعتنا عبارة عن معلقة من الملح وبحطها في الآخر، هحط معلقة من الكمون واحط معلقة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من الفلفل الأسود ونص معلقة من السكر، وهقلبها واغطيها واسيبها تتسبك مع نفسها لحد لما اخلص البتنجان بتاعنا واقليه كله. ورفعت الطاسة على النار ونزلت فيها بالزيت. اول ما الزيت يسخن معايا هبدأ ازن البتنجان، بس تأكدي ان هو مفيهوش اي نقطة مية وتكوني مصفياه كويس. ولما ياخد اللون الدهبي هقلبه على الوش التاني، وكده خد اللون هبدأ اطلعه وهخلص كل كمية البتنجان اللي معايا وهرجع لكم تاني بعد ما اقليه كله عشان الوقت. وهبص على الصلصة بتاعتنا لقيناها اتسبكت، هنزل عليها بمعلقة الملح اللي انا كنت مأجلاها واقلبها كويس. وبعد كده هنزل بالبتنجان بتاعنا. كده خلصت كل الكمية اللي انا كنت بقليها وبقت جاهزة، والصلصة وصلت للقوام اللي احنا عايزينه. هقلبهم مع بعض تقليبه خفيفه، وبلاش تتك قوي في التقليبه عشان ما تعجنيش البتنجان. هغطيها واسيبها، وده شكلها بعد ال10 دقايق اللي سبتوها على النار. ما حبيتش اطفي عليها الا لما اوريكم شكلها بعد ما اتسبكت كلها ببعضها. وصفتنا خلصت، وهبدا اغرف الطبق بتاعي. هتقدميها مع شويه بطاطس محمرين على شويه جرجير مع طبق بتنجان مقلي حسب ما انت عايزه. هي المسقعه ميزتها ان بتمشي فطار وبتمشي غدا. لو كملت الفيديو بتاعنا للنهايه ريت تشاركينا الثواب في الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبألف هنا وشفا، أكلات زمان مع أم رهف.